من كام يوم نزلت على انستجرام، طلبت من الناس اللي دخلت ايسك ان هي تشاركني رايهم وتجربتهم، سواء كانوا جوه ايسك او مشيوا. ودي بعض الكومنتس اللي جات لي، فانت لو مش متابعني هناك فايتك كتير، ما تنساش تعمل لي فولو هناك. ممبر في ايسك حلوان باعت ريكورد 4 دقايق بيحكي فيها تجربته وملخصها ان هي ما كانتش مرضيه قوي بالنسبه له، وان هو كان منتظر اكتر من كده. تيم ليدر كانت موجوده في ايسك المنصوره بتقول ايسك فيها الجزء الحلو اللي هو الكونكشنز، والباقي مش احسن حاجه. من اول الفيجن مش مقتنع بيها بصراحه، فانا مشيت بعد الناشونال كونفرنس والضغط بتاعهم مش بيعلم حاجه. ليدر كانت موجوده وزميلتي اللي مشيت من ايسك حلوان بتقول بعد ما مشيت من ايسك بدات افكر هل هي فعلا منظمه بتدي الناس تجربه ولا بتحصل حاجات تانية. في الاول وانت جديد بتحب المكان وبتقتنع بالفيجن وبتصدقها، لكن مع مرور الوقت كل ما بتعلى وتفهم السيستم اكتر بتحس ان التركيز الاكبر بيكون على الوصول للجول مش على المجهود او المحاولات. ده على فكره بيتسال في السلكشنز اللي هي الانترفيو اللي انا بقول لكم عليها. كتير بيتقال لك ان المهم توصل للنتيجه مش بس تحاول وتتعلم وتاخد اكسبيرينس. التجربه علمتني كتير، بس كمان فتحت عيني على حاجات ما كنتش شايفاها في الاول. ليدر في ايسك حلوان زمان بتقول I believe that Isaac